أهلا بكم. نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة قديمة للإعلامية لجين عمران قبل قيامها بإجراء عملية التجميل. بدت فيها لجين بملامح مختلفة تماما عن مظهرها الحالي في الصورة التي نشرتها العيدان عبر حسابها بموقع تبادل الصور انستغرام. وقارنت العيدان بين عمران القديمة والحديثة، وعلقت عليها قائلة: صورة لجين قبل وبعد عملية التجميل، وهو ما رآه محب الإعلامية السعودية سخرية وتنمر على لجين وتقليل من قيمتها ومسيرتها. وتباينت التعليقات بين من اعتبرها تتعمد إثارة الفتن وآخرين دافعوا عن لجين. فقال أحد المتابعين: لجين جميلة بالخلق والأخلاق، من أكثر الإعلاميات ثقافة وذوق ورزانة. بينما تساءلت متابعة عن الغرض من نشر صورة قديمة للجين. وأضافت متابعة أخرى: ما عندي وظيفة إلا فتح فلان ونشر صور فلان. ودافعت أخرى عن لجين ووصفتها بالوردة قبل وبعد التجميل. وتحدى متابعون الإعلامية الإماراتية بأن تنشر صورها قبل وبعد التجميل.